ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم فيديو جديد، فيديو قوي جدا جدا وان شاء الله هيعجبكم. عايزاكم تتابعوا الفيديو للنهايه، ولو اول مره بتشوفيني اتمنى تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، وتحطي لي كومنت حلو منك كده عشان ارحب بيكي في قناتي. النهارده هنعمل فيديو حلو قوي مع بعض. الفيديو ده انا مصوراه تقريبا من يوم الاربعاء او الخميس اللي فات، وبجد انا تعبت فيه جدا جدا. انا صورته على يومين لان طبعا الدولاب، انا اسفه جدا على المنظر اللي انتوا شفتوه ده. انا عارفه ان المنظر وحش جدا، بس انا كنت كل ما اجي اعمله بحس ان انا مش قادره، يعني مش قادره ادخل في المعركه دي الا لما انزل الصيفي بصراحه. فبقى المنظر عامل ازاي؟ بجد هو منظر مؤسف جدا، فانا اسفه بجد ان انا طلعت لكم بحاجه زي كده. بس انتوا عارفين الاطفال وكده بيشدوا مش بيرتبوا مكانهم، ولما الدنيا بتبوظ معاهم بيبوظوا اكتر، ما بيحاولوش يرتبوا او يظبطوا الدنيا، لا ده بيعجنوا الدنيا اكتر. وانا بصراحه كانت كل ما تقول لي اعملي لي الدولاب اقول لها طيب استني ما ننزل الصيفي، طيب حاضر، طب حاولي انتي تعملي. فكانت بترتب شويه يتعكي منها تسيبه بقى لحد ما وصل للمرحله السيئه اللي انت شفتوها فيه دي. انا عايزه اقول لكم ان بامانه انا كنت المنظر ده بيتعب اعصابي، اما بفتح الدولاب بقفله تاني. هتطلعي لي هدوم؟ انا اسفه ما بعرفش اطلع هدوم لحد. انتي وصلتي دولابك لمرحله صعبه جدا، فحاولي انتي بقى تتعاملي. فكانت لما بتيجي تتعامل كانت بتشد الهدوم تاخد اللي هي عايزاه وترجع ترجع الباقي مكانه تاني. فوصل للمرحله دي. المرحله بصراحه كانت متعبه للاعصاب. بس صدقوني انا ما بحبش اسيب دواليبي توصل للمرحله دي. بس غصبٍ عني، يعني أنتم عارفين دول أطفال، وشتوي وصيفي بقى تقعدي تطلّعي من هنا وتنزّلي هنا، وعمّالة تجيب من فوق على تحت، وبصراحة الدنيا كانت بايظة خالص معايا. فقُلت لها هاعمله لِك بس اصبري عليَّ كده. أنا عايزة أقول لكم إن هي ما بتحبش جلابها يبقى بالمنظر ده، وكانت تعبانة جدًا بسببه. بس كنت أنا مدياها أمل إن أنا إيه هاعمله لِك، كل ما تقول لي أقول لها هاعمله لِك. فبصراحة إيه ما جاتليش الجرأة بقى غير لمّا حسيت خلاص إن موضوع العيد قرّب بقى، وإن أنا كده هانضّف الأوضة، فما ينفعش أنضّف الأوضة واشيل مراتب بقى وانضّف تحت السرير والكلام دوّة، والدولاب بالمنظر ده. فحبيت أبدأ الأوضة بالدولاب. أنا عملت الدولاب في يوم، وعملت تاني يوم بقى التنضيف العميق اللي أنتم هتشوفوه دلوقتي في الفيديو. المهم بقى لو أنتِ لحد هنا كده بتتفرّجي عليَّ أتمنى تحطّي لي لايك حلو كده عشان الفيديو دوّة الناس تشوفه وتتشجّع منّه. أنا عاملاه عشان خاطر أدّيكِ طاقة إيجابية كده، واخلّيكِ لمّا تتفرّجي على فيديو زي دوّة وعندِك حاجة متبهدلة زي عندي كده، تقومي على طول تعمليها. فأنا بقى زي ما باتعب علشانكم أتمنى بس منكم إن أنتم تحطّوا لي لايك كده للفيديو عشان الناس تشوفه. وطبعًا ربنا يخلّيكم ليّا، ما تحرمش من محبتكم أبدًا، دايمًا كده رافعين من معنوياتي بكل حاجة حلوة بتكتبوها، وبكل مشاهدة بتشوفوها، وكل ما أقابل حد ويقول لي باتفرّج عليكِ وباحب فيديوهاتِك، ده بيفرّحني جدًا وبيشجعني وبيدعمني زي ما أنا بادعمكم. فربنا يخلّيكم ليّا، ما تحرمش منكم، ومتشكرة للكلام الحلو اللي أنا سمعته منكم النهارده الحد. كل سنة وأنتم طيبين. الناس الحلوة اللي قابلتني وقالت لي إن إحنا بنستمتع بفيديوهاتِك جدًا، جدًا، وما بنفوّتلكيش فيديو، فأنا باشكركم جدًا، جدًا، ربنا يخلّيكم. زي ما أنتم بتدعموني وبتتفرّجوا عليَّ وبتشجعوني، أنا كمان باشكركم من كل قلبي على محبتكم. هنا بقى دي الضلفة اللي هي في النُص، دي أنا كنت باحط فيها الملايات والبناطيل بتاعتهم. فأخدت قرار مش هينفع أحط بناطيلهم مع بعض. أولًا أنا عندي طبعًا بنتين زي ما أنتم عارفين ومعايا ولد. البنتين باحط البناطيل مع بعض. أنا عايزة أقول لِك اللي بتشد بنطلون ما تلاقوهوش بتاعها بتحطه عجن مكانه وتشد التاني. فعايزة أقول لكم إن أنا يمكن البناطيل كنت باطبّقها أول بأول لإن هُم عدد مش كبير أوي، فالموضوع كان سهل بالنسبة لي، بس برضه وصل لمرحلة صعبة. برضه أنا سِبت كل حاجة لحد ما أعمل الدولاب أنضّفه تنضيفة كويسة بقى. بس فقررت بقى القرار إيه، إن أنا أفصل بناطيلهم عن بعض، وكل واحدة أحط لها بناطيلها في الدولاب بتاعها. بس فالهدوم الصيفي بتبقى قليلة شوية مش بتبقى كتيرة. يعني حطيت مثلًا رصة كده تيشيرتات أو بيجامات أيًا كانت، ورصيت جنبها البناطيل، وقُلت لهم كل واحد يبقى مسؤول عن دولابه، أي حد دولابه هيبوظ يتصرّف فيه ويضبّطه هو. أنا عندي بصراحة بنتي الكبيرة بتشد هدومها وبتطبّقها، والصغيرة بتطبّق أحلى من الكبيرة. بس مشكلتها الفترة الأخيرة إن كان الدولاب يعني اتبهدل جامد، فهي كانت حاسة إن هي مش عارفة تبدأ منين، فكانت متضايقة.
كانت بتقعد كتير بصراحة تقول لي تعالي وساعديني وتعالي نعمله سوا. كنت أنا طبعًا باقول لها حاضر ومش عارفة إيه، بس طبعًا مشغوليات الحياة بتخلّينا ننشغل عن حاجات ممكن تكون بالنسبة لنا بسيطة، بس هي كبيرة عند ولادنا. والطفل اللي بيتعود إن هو يعيش في مكان نضيف أو مكان مرتب، بالنسبة له الحاجة اللي مش مترتبة دي بتبقى تعبة له أعصابه. وأنا صدقوني بنتي الصغيرة دي منظمة جدًا، جدًا ونضيفة جدًا، وعايزة أقول لكم إن هي بتساعدني في حاجات كتير جدًا وربنا يخلّيها لي بأمانة. أنا لمّا بتلاقيني تعبانة تقول لي: "طَب أنا هاخش أغسل لِك المواعين وهانضّف لِك المطبخ." "طَب يا حبيبتي رُصي المواعين في الغسالة." تقول لي: "لأ أنا باحب الرغاوي كده وباحب أقلدِك وباحب أتفرّج على فيديوهاتِك، فأنا عايزة أعمل زيِّك." أنا عايزة أقول لكم إن هي بتاخد الring light اللي أنا باصوّر بيه وبتخش المطبخ وتصوّر كإني أنا باشتغل أو أنا باصوّر، بتعمل زيي بالضبط وبتصوّر أحسن منّي، بتمنتج حلو جدًا، وفعلًا بتنضّف. يعني لمّا بتطلع من المطبخ كده وأخش بعديها باحس قد إيه المطبخ نضيف وجميل جدًا وريحته حلوة جدًا. فطبعًا الطفل بيتعلم النضافة من مامته، بيتعلم النظام من مامته، من أهل بيته، من مامته أو باباه طبعًا. فالطفل اللي بيتعود إن هو يعيش في مكان نضيف، بيتعود يعني إيه نضافة. يعني مثلًا أنا عندي ابني الصغير لو دخل في أي مكان وفي إيده كيس شيبسي يخلّصه، بيفضل ماسكه في إيده لحد ما يلاقي باسكت عشان يحطه فيه. ما ينفعش يبقى ماسك حاجة ويرميها في الأرض، ده استحالة عندي، ولادي ال3 اتعودوا على كده. وحاجات كتير بقى لو دخل لقى سجادة متنية ممكن يعدلها. فالطفل من صغره أنتِ بتعلميه النظام، بتعلميه النضافة، بتعلميه إن هو يقعد في مكان نضيف وكويس. أنا عايزة أقول لكم بقى في مرحلة العيد دي ودربكة العيد وقلبان الشقة، بأمانة ربنا ولادي ما عارفين يعيشوا، مش قادرين يستحملوا إن الشقة متبهدلة وما فيهاش سجاد والدنيا بايظة كده. كل يوم جوجو يقول لي: "هي إيه الشقة الوحشة دي؟ أنا زهقت منها، افرشي بقى السجاد خلّيني أعرف أعيش." فبيقول لي كده بجد بأمانة أنا باحس إن هو مقطّع قلبي وأقول له: "حاضر، إحنا هننضف وهنفرش سجاد جديد وحاجات حلوة والبيت هيبقى شكله جميل بس لازم تساعدني." ففعلًا باحس إن هو بيحاول يساعد ويعمل معايا أي حاجة حتى لو كانت بسيطة، بس عشان هو حابب يقعد في مكان حلو ومكان نضيف. فأنتم عوّدوا ولادكم على كده من صغرهم، بأمانة هيفرق معاكم جامد جدًا، جدًا، وهيريحكم في المستقبل، بعيدًا بقى عن منظر الدولاب واللي أنتم شفتوه دوّة. بس المهم هنا بقى إيه، أنا نزّلت طبعًا الملايات ونزّلت البناطيل، حطيت بقى الكوفرتات اللي عندي والملايات في رفين 2 مع بعض، الدنيا راقت ونضفت. ولمّا تبقى بالمنظر ده هُم ما لهمش إن هُم يحطّوا إيديهم في المكان دوّة، فطبيعي إن هُم مش هيمدّوا إيديهم غير على هدومهم بس، فالبهدلة هتقل شوية. بس وهنا بقى قالوا لي: "إحنا عايزين نعلّق فساتيننا بس." فاضطريت إن أنا إيه، أعلّق لهم الفساتين وقُلت بقى إيه، البلوزات بتاعتهم بس يشوفوا هُم هيلبسوا إيه واللي مش هيلبسوه هاستغنى عنّه هاطلّعه، وبعد كده البلوزات هتترص فوق الإيه، الدفايات. أنا رصيت الدفايات وبطانيتين الصغنّنين بتاعهم لإنّه بيحتاجوهم في الشتا وبيطلّعوهم كتير يلعبوا بيهم وكده، فعايزينهم دايمًا قريّبين من إيديهم يعني. فحطيتهم تحت كده وسِبتهم بقى قُلت لهم إيه، يعني حاولوا تبقوا منظمين بقى عشان دولابكم ما يتبهدلش تاني. أنا عايزة أقول لكم إن هو معمول تقريبًا من يوم الأربع، النهارده أنا باسجل لكم الصوت ده لحد بالليل، أنا عايزة أقول لكم الساعة 01:00 دلوقتي، بس عشان أنا حسيت إن أنا اتأخرت عليكم جامد، فقُلت بقى إيه لازم أسجل الصوت عشان الفيديو ده ينزل بكرة، عشان أنا اتأخرت عليكم كتير. وأنا عارفة طبعًا إن أنتم كلكم نشاط كده وحيوية وأكيد خلصتوا اللي وراكم، ما أنتوش كسلانين زيي. بس أنا صدقوني الفيديو ده المفروض أنزّله من يوم على الأقل الأربع اللي فات، بس حسّيت أو الخميس، ما أعرفش اتشغلت وكده ونزلت كتير، فحسّيت إن أنا ضاع من مُخّي إن أنا أسجّل لكم صوت على الفيديو وأمنتجه وكده. قعدت بقى دلوقتي عملته وضبّطته وقُلت إيه أنزّل لكم فيديو كده. أنا عارفة طبعًا إن ممكن في كتير منكم يكونوا خلّصوا وعملوا اللي أنا عملته ده، بس أنا بقى باشجّع أصحابي وحبايبي الحلوين الكسلانين اللي زيي، اللي بيعملوا الحاجة مؤخرًا أو صحتهم ما بقتش على قدّهم زيي. أنا عايزة أقول لكم أنا باعمل الحاجة بأمانة وبعد ما باخلّص باحس إن أنا تعبانة جدًا، جدًا وعضمي مش قادرة أستحمل. ما أعرفش أنا حاسة إن أنا كبرت أو يعني مش عارفة إيه اللي جرى لي بصراحة، بس أنا ما كبرتش على فكرة. المهم يعني باحس إن أنا بعد ما باخلّص بجد باتعب جدًا وباحس ألم في جسمي. بس طبعًا أنا عايزة أوصّل لكم آآ يعني أدّيكم power وأوصّل لكم طاقة إيجابية كده تاخدوها كده وتتشحنوا وتقوموا تعملوا حاجتكم وما تأثّروش في شغل بيتكم.
وتبدأوا حياتكم بالترتيب. يعني أنا مثلا دخلت الأوضة، ما شلتش تحت السراير ونضفت الأول وبعدين نزلت الدولاب. لا، أنا قلت أنزل الدولاب أشوف ايه اللي هم هيلبسوه وايه اللي مش هيلبسوه، الحاجات اللي هتيجي مقاسهم هحطها تحت السرير عشان ما تعمليش قلق في الدولاب ومثلا مش هيلبسوها دلوقتي، والحاجات اللي صغرت عليهم اطلعها، فالدنيا تروق عندي بقى وتفضى كده. فبدأت بالدولاب، بعد الدولاب بدأت اشيل المراتب بتاعتي، اشيل تحت السرير، اشوف برضو ايه اللي عندي تحت السرير ينفعهم يطلع وايه اللي مش نافع اشيله. فحاولت على قد ما اقدر ان انا الدنيا تهدى عندي وتروق، وده حصل فعلا، والدنيا فعلا هديت جامد عندي، والموضوع بقى تحت حتى السراير مش مليان حاجات كتير. بس طبعا انا عندي 3 ولاد وانا وجوزي، فاحنا اي هدوم بالنسبه لنا ما بتتلبس بحطها تحت السرير، او على الاقل بشيلها للصيف او الشتاء الجاي بحطها برضو تحت السرير. انا عندي في اوضه نومي انا بحط تحت السرير، لو انتوا تابعتوا الفيديو بتاع تنظيف اوضه النوم، يعني انا حاطه بطاطين لحفه الحاجات دي تحت السرير، مش حاطه هدوم، يعني حاجات قليله جدا اللي بحطها تحت السرير عندي. اما في الاوضه بتاعه الولاد بقى انا باخد اي حاجه عندي او عند جوزي ما بيستخدمهاش او انا ما بستخدمهاش او هستخدمها بعد كده وعامله لي زحمه في الدولاب، بحطها تحت سراير الولاد. بس هنا بقى مسكت السرير، شيلته، نضفت تحتيه، مسكت السرير لمعته، ومسكت الشباك طبعا نفضته زي ما انتوا شايفين كده. الدنيا كانت ليل، فانا بادئه الفيديو دوت تقريبا كان قبل المغرب بحاجات بسيطه. فالدنيا كانت بالنسبه لكم يعني زي ما انتوا شفتوا كده الدنيا كانت مظلمه. فبس انا برضو يعني لما بيبقى عندي شويه باور كده ما بحبش اقعد حتى لو كان بالليل، ممكن اشيل وانفض وانضف واعمل كل حاجه بالليل. يعني انا ممكن اكون بدات مثلا الفيديو دوت من الساعه 6، ممكن اكون خلصته مثلا الساعه 12 بالليل او 1 بالليل. بس انا الحبه دول اللي كان عندي فيهم باور وطاقه ان انا اقدر اشتغل. فانتي الطاقة اللي بتجيلك في أي وقت في اليوم اشتغلي فيها، بس طبعا تكوني مخلصة غداكي ومخلصة أكلك ومخلصة اللي وراكي، عشان الجعان يخش ياكل من المطبخ ويريح دماغك. لكن وانتي شغالة كده لو فضلتي بقى كل ما حد يجوع مثلا يطلب منك حاجة فيعطلك وتروحي تجيبي وتطلعي، هتحسي بملل وهتحسي انك زهقانة وهتحسي انك مش قادرة تكملي، وهتحسي ان انتي بقى زهقتي ومش عايزة تكملي، هتكروتي الدنيا وتطلعي. بس فانتي اكلهم في المطبخ بقى وعيشتهم وقاعدين كده قدام تلفزيون او قدام اي مكان، اي حاجة بعيد عنك، وابدأي انتي بقى امسكي المكان اللي انتي فيه افرميه زي ما انا فرمته كده. طبعا انا هنا نضفت الحيطان بنفس الطريقة اللي نضفتها في الفيديو اللي فات. جبت البخاخة بتاعتي اللي هي فيها شوية كلوركس الوان وشوية كلور ابيض وعليها ميه، بس كده ال3 مكونات دول على بعض، وببخ على الحيطه وببخ على المساحه بتاعتي او الموب اللي همسح بيها الحيطه، وببدا امسح بيها. انا عايزه اقول لكم بتخلي الحيطه بتلمع وريحه الاوضه بتبقى جميله ونظيفه كده، وبحس ان انا عقمت الدنيا. ده طبعا بعد ما تعمليها بالزعافة وتنضفيها كده من التراب، بعد كده تبدأي تشتغلي بالموب. بس انا الزعافة عندي مكسورة ومكسلة بقالي سنين ان انا اجيبها، فبستخدم المقشة، فمش حابة اطلع لكم بالمنظر ده، يعني منظر مش حضاري خالص، فبطلع لكم على طول وانا بمسح الحيطان. بس طبعا مسحت الحيطان ولمعتها وشلت كل اللي على الارفف عندي، مسحته برضو ونضفته ونضفت الارفف، وبعد كده هنضف بقى الحاجات اللي محطوطة على الارفف زي اللعب والورد الحاجات دي. بس قبل ما ننضفها طبعا نضفت التسريحة، لمعتها طبعا بالريشة. الريشة دي هي البطلة بتاعتي في الأوضة بصراحة، يعني أنا عايزة أقولكم بتشيل أي ترابة وما أقدرش أستغنى عنها. بس بنضف التراب وبعد كده بشتغل بقى بالبليدج. البليدج برضو بيعقم الأوضة ويخلي ريحة حلوة كده في الأوضة، هو ريحته بتبقى عاملة زي البيرسول كده بس بالليمون، يعني ريحة الليمون طاغية على ريحة البيرسول، بس هو فيه نسبة من ريحة البيرسول، بس بيلمع بصراحة الخشب ويخلي الخشب شكله جميل جدا ونضيف. بس بيتباع في اي طبعا هايبر كده، انا مش فاكره سعره بصراحه لان هو عندي بقالي كتير كنت جايبه عرض، ودي بصراحه كانت اخر ازازه عندي. بس طبعا شلت تحت السريرين الاتنين، نضفت ومسحت بقى بكلور، يعني انا قلت استخدم الكلور كده عشان وتقلت الكلور في الميه اللي بمسح بيها عشان الاوضه تبقى ريحتها نظيفه كده. بس مسحت تحت السراير ونضفت وبقيت اشد اي حاجه تنفع تتشد في الاوضه دي اللي ما فيهاش حاجه بتتحرك من مكانها، واكنس تحتيها وبعد كده برضو بشد وامسح.
بس ومسكت الخشب طبعًا كله لمّعته، الرخام لمّعته، الكمبيوتر هامسكه برضه أضبّطه وأنضّفه كده وألمّعه، والدولاب حتى مش هاسيبه، المروحة عملتها، كل حاجة في الأوضة ما يعني ما عدِّتش من على إيدي، من تحت إيدي بصراحة، كله اتلمّع واتنضّف وبقى زي الفل. بس وبعد كده بقى دخلت على الدولاب برضه بالريشة البطلة بتاعتي، نزّلت كل التراب ولمّعتها بالبليدج بقى، بس ما عرفتش أجيبها لكم، لإن أنا هنا كنت ماسكة الموبايل بإيدي بانضّف بإيد، فعشان أستخدم البليدج كانت الحركة هتبقى شديدة شوية، فكنتم هتتضايقوا من المنظر. بس، وهنا بقى مسكت الرفوة بتاعتي زي ما قُلت لكم إن أنا شِلت كل اللي عليها ونضّفته، وبدأت بعد كده ألمّع الحيطان بقى بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده. عايزة أقول لكم إن الأوضة بعد ما خلصت كانت بجد مُريحة للأعصاب من غير فرش ومن غير أي حاجة. أنا حاسة إن الدنيا عندي زحمة جدًا واللعب دي عاملة لي أزمة، بس ولادي بيحبوا اللعب جدًا وبيحبوا الدباديب ويحبوا الحاجات دي جدًا، فعايزين كل حاجة حواليهم، حاجتنا ما تشيليهاش نستمتع بيها وإحنا صغيرين، وابقي شيليها لمّا نكبر شحّتيها بقى اعملي اللي أنتِ عايزاه فيها، بس إحنا بنحبهم يبقوا موجودين قصاد عينينا نشد ونلعب وقت ما إحنا عايزين. فأنا برضه وأنا بالِم اللعب وأعمل بانضّف الأوضة وكده، في حاجات أنا حسيت إن هُم كبروا عليها أو مش بيستخدموها، ما باشوفش حد ماسكها وكده في إيده، فاخدتها وفي شنطة كبيرة مليت بيها شنطة كده وحطيتها تحت السرير، قُلت وقت ما يفتكروا الحاجات دي ويطلبوها هاطلّع و هاطلّعها لهم يعني يلعبوا بيها. أنا آسفة إن كنت باهنِّج منكم لإن بأمانة أنا بانام مش قادرة، أنا صاحية من الساعة 7:00 وجِبت آخر، بس عشان خاطر عينيكم الحلوين أنا قُلت لازم أسجّل صوت عشان الفيديو ده ينزل لكم بكرة، و واللي ما عملش أوضته بقى وكده يبدأ يشتغل ويعمل. أنا كده خلّصت الأوض الاتنين وعملت المطبخ من جوّه، والصالة بقى أنا مش عارفة هاصورها معاكم والّا بس أنا ممكن أنضّفها، ووقت الفرش هافرشها معاكم، وطبعًا في حاجات بسيطة في المطبخ كده والحمام هنعملها وكده خلاص الشقة تقريبًا كلّها خلصت، وأي درج عندي في الشقة فتحته ونضّفته ورتّبته وضبّطت دنيتي يعني. أنتِ كمان اشتغلي كده وأنتِ قاعدة طبعًا قدّام مسلسلات رمضان الجميلة، وبتتفرّجوا كده على جعفر العمدة وعمايله الحلوة والحرب اللي موجود في المسلسل، وقد إيه المسلسل سُخن وجميل جدًا، جدًا. هاتي كده في مثلًا أي درج في وقت الإعلانات، شوفي إيه اللي أنتِ عايزاه تحطّيه فيه واللي عايزة تستغني عنه استغني، وعشان خاطري الغوا الكركبة من حياتكم، لإن الكركبة دي بأمانة بتعمل مشاكل نفسية. بتفتحي أي درج كده وتلاقي مثلًا درج مليان شرابات والشرابات دي تلات أرباعها فِرَد، استغني عن الفِرَد اللي فاضلة، يعني ما تقوليش أنا ممكن ألاقيها، مش هتلاقيها، الشرابات دي حاجة كده عاملة زي الزيبق، فجأة ما بتلاقيهاش، فأي حاجة ما لهاش لازمة عندِك استغني عنها، افتحي درج لو عندِك درج فيه مشاط كده، المشط المكسور، المشط المعوج، المشط اللي ما لوش لازمة اللي ما بتسرّحوش بيه، استغني عنه، بس أنا بقى عندي درج مثلًا شرابات، درج توَّك، ودرج فيه مكياج، درج فيه استشوار ومكوى، الحاجات دي كلّها شِلتها، مسحت ونضّفت ورصيت الحاجة بطريقة كويسة، وأي حاجة ما لهاش لازمة زي ما قُلت لكم استغنيت عنها. بس هنا بقى أنا بدأت أشطّب الأوضة خالص، فرشت الستاير، لمّعت الخشب، عملت كل حاجة، وكان فاضل الباب بقى، قُلت لازم ألمّعه برضه معايا كده، مسكته لمّعته بالبخاخة اللي معايا دي بجد فيها سحر، صدقوني جرّبوها هتدعوا لي. بس مسكتها لمّعتها وضبّطت الدنيا كده، وهناخد بقى السجادة بتاعتنا ونروح على الحمام نغسلها، بس قبل ما نغسلها هادّيكم جولة حلوة كده في الأوضة، تشوفوا قد إيه النضافة حلوة والدنيا رايقة، حاجة كده تريّح الأعصاب، وما فيش طبعًا لعب ولا أي حاجة، فتحسّي إن الدنيا راقت بقى والأوضة بقت مريحة كده. وطبعًا أنا خدت كل الدباديب والحاجات دي بعد الفيديو طبعًا وبعد ما خلّصت، وحطيتهم في الغسالة غسلتهم وحطيت لهم شوية داوني كده عشان لو سِبته لهم في الأوضة تبقى ريحتها جميلة كده. بس وباسيبهم بقى باسيبهم في سَبَت الغسيل وباحطهم برّه في البلكونة، وافضل اقلّبهم يعني مثلًا من بالليل للصبح كده، على الصبح بيكونوا ناشفين ما بيبقاش فيهم أي حاجة خالص، ما بانشرش يعني ولا باوجع دماغي، باسيبهم في سَبَت الغسيل. بس هنا بقى أخدت السجادة كانت هي اللي فاضلة بصراحة، كل السجاد بتاعي خلّصته، ما فاضلش غير السجادة دي، مسكتها دعكتها، والمَيّة بقى هنا كانت في الوقت دوّة كانت مش عارفة نازلة صفرا، بس كنت خلاص غسلت السجادة فلازم تتشطف، بس مسكتها بقى شطفتها، وزي ما أنتم عارفين طبعًا إن ابني ما ينفعش يسيبني لوحدي، لو خدتوا بالكم في الفيديو كان شغال معايا طول الفيديو.
وكان يعني مثلا ألم ملايات ألم حاجات ياخدها ويجري يوديها يحطها في البانيو على ما اخلص واشغل الغسالة. هنا بقى كنت باغسل السجادة، فقال لي: "لأ أنا عايز أغسل معاكِ وأنا عايز أعمل زيِّك." ومش عارفة إيه، فهو سِبته بصراحة يعمل علشان هو بيبقى مبسوط أوي وهو بيعمل كده. بس طبعًا غسلنا السجادة وشطفناها كذا مرّة وحطيت لها شوية داوني وسِبتها تتصفى بقى، ولحد هنا الفيديو بتاعي خلص. أتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم مع السلامة، باي باي.